الحمد لله. طب وهتشتغل فين بقى يعني؟ لا فاجئتني بالسؤال ده الحقيقه. هشتغل ايه؟ هشتغل مهندس صوت في مكان انا لسه ما اعرفوش. هدور بقى هلاقي اكيد ناس حبيبي. احنا اهم حاجه ان احنا بنقول مش راضيين عن الوضع بتاعنا، هنحاول ونسعى ويا رب. ان شاء الله يا حبيبي. مفرق الحاجات وزنان الامور. الو. استاذنا ومعلمنا وشيخ حارتنا كلها. ازيك يا ده اشرف؟ بطل الهباكه بتاعتك دي. من قلبي والله يا مولانا، من قلبي. ده كفايه سيرتك اللي اتشهيصت في مصر كلها، وحقك اللي اترد في وش رئيس القطاع. انت اشرف اذا كنت دلوقتي بتتصل بيا عشان تواسيني وتجبر بخاطري، انا مش جريح يا حبيبي وتمام. اواسي مين يا مولانا؟ اواسي مين؟ احنا عايزينك دلوقتي حالا، ناو، ضبط واحضار. ضبط واحضار؟ ليه بقى؟ الموضوع وصل النيابه الاداريه مثلا؟ لا نيابه اداريه ايه؟ نيابه عامه. نيابه عامه؟ ليه يعني وانا قتلت واحد؟ يا عمه يا نهار اسود، في ايه يا بابا؟ انا عارف هشوف ايه بتقول ايه. بقول لك ايه يا هندسه، صحصح معايا الله يكرمك. انت عارف استوديو الفا ساوند اللي في المهندسين؟ الفا ساوند؟ عارفه طبعا، بسمع عنه يعني، وعارف ان هو يمكن يكون احدث استوديو موجود. ايه علاقه ده بالموضوع يعني؟ مش فاهم. اهو المهندس بقى اللي ماسك الاستوديو ده اتمسك النهارده في قضيه شخصيه واترحل على النيابه. ما تكلم محامي يا ابني، بتتصل بيا انا ليه؟ انا مالي؟ ده مالك انت ومحدش هياخده غيرك يا هندسه. وبعدين اليومين دول الاستوديو غرقان شغل على الاخر، ولازم كله يتسجل النهارده. وزي ما انت عارف اليومين دول الناس مشغوله بالسيزون بتاع مسلسلات رمضان. وما انا عملت ايه بقى؟ رحت رايح لصاحب الاستوديو ووريته شغلك يا باشمهندس، وقال لي هو ده يا دي اشرف، انا عايز الباشمهندس عبد الله يجي وياخد 10000 جنيه ويسجل ويروح بيته. بكام؟ ولو دبلرت هتاخد 15000 جنيه. هو انت قليل هندسه في الشغلانه ولا ايه؟ طب لحظه يا اشرف كده عشان افكر. هنشتغل اخد 10000 او 15 لو طبقنا. الو هندسه.